يحدد هدفه ازاي. وانا محتار بين مجالين عايز ادرسهم او طريقين عايز امشي فيهم، المفروض افكر ازاي؟ هل الحيرة دي شيء طبيعي ولا انا عندي مشكلة؟ هل التوهان بين المجالات، خصوصا الناس اللي لسه بادئين حياتهم او متخرجين بقالهم سنين قليلة، هل التوهان ده شيء طبيعي ولا دي مشكلة عندي أنا كشخص؟ أخد خطوات في حياتي تطور مني، كورس معين مفروض أخده. للأسف بتسأل السؤال بشكل غلط. أساس فكرة الهدف إنك ما تبقاش بتفكر في الحجم الكبير للهدف، اللي هو الحلم المخيف اللي ممكن يخليك عاجز عن تنفيذ أي حاجة. ففي فرق بين تحديد الأهداف وتحديد الأولويات والرؤية العامة أو الهدف الكبير اللي أنت عايز توصل له. الأهداف الصغيرة هي دي اللي بتوقفك على رجليك وتخليك قادر تطلع من مرحلة لمرحلة. التوهان ده شيء طبيعي، بالعكس ده ممكن يبقى علامة عن إن الشخص ده ذكي وطموح، لأنه عايز يحقق حاجات كتير وعنده مشاريع كتير في حياته، ولكن مش عارف يبدأ بإيه. لكن الخطوة اللي جاية إيه؟ هي دي دايما المشكلة. إزاي أبدأ؟ أولا إنك تبدأ بالحاجات البيزكس. في حاجات بيزكس في الحياة لو خلصتها هتوضح لك بعد كده الخطوات اللي تعملها بعد كده. زي اللغة، تطور الإنجليش بتاعك، تطور مهارات الكتابة، تطور مهارات الكلام، تطور مهارات الاستماع، ودي أهم من كل اللي فات. اتخاذ القرار، القيادة، دي مهارات لابد منها في أي حاجة في حياتك، حتى لو عايز تطور من نفسك أسريا وعائليا. فالحاجات دي بيزكس. دي أول حاجة لازم تعملها، إنك تحدد الأساسيات وتبدأ تشتغل عليها. تاني حاجة، يعني مثلا أنت دلوقتي شايف إن أنت عايز تكون مدير تسويق ناجح وفي نفس الوقت عايز تعمل مشروعك الخاص. طب أبدأ بدي ولا أبدأ بدي؟ طيب هل أنت الاتنين عندك بينهم حاجة مشتركة؟ وعليكم السلام. ولا لأ؟ طبعا بينهم حاجات كتير مشتركة. أكيد لما أتعلم بيع هيفيدني في كمدير تسويق، وهيفيدني كراجل صاحب مشروع. فلو أنا محتار بين حاجتين، أولا هاخد النصيحة الأولانية بتاعت أبني الأساسيات. ثانيا أني أشوف حاجة مشتركة بين الحاجات اللي أنا محتار أبدأ بإيه ولا بإيه، لحد ما أخلص الحاجات المشتركة. بعدين أخد خطوة هنا وخطوة هنا، أو أشوف الخطوة اللي أقل ريسك أو الخطوة اللي أنا عندي إمكانيات فيها أكتر، وهتلاقي الدنيا اتيسرت لك بعد كده وربنا بيوفق، بس أنت بتعمل اللي عليك. فبالتالي أنت هتكون بشكل أو آخر استعديت، لأن بقى عندك جزء من المعلومات اللي هي كانت مشتركة بين الاتجاهين. تحديد الأهداف مش إن أنا أقعد أفكر في الرؤية الضخمة في حياتي، إن أنا عايز أكون أعظم إنسان في الدنيا. لا، أنا هنزل الرؤية دي لحاجات صغيرة، خطوات صغيرة وأهداف قصيرة الأجل، علشان أخلصها واحدة واحدة. زي اللي طالع السلم، ما ينفعش تقول أنا عايز أوصل للدور العاشر بس من غير أسانسير ومن غير سلم ومن غير أي حاجة، فده مش هيحصل. أنت لازم تحدد ستيبس السلم اللي هتوصلك للدور العاشر ده. والسلم خطوات صغيرة زي ما انت عارف كده، في الحياة بنشوف السلم بالشكل ده، فبالتالي الخبرة والعلم بيتكون بالشكل ده. طيب لو انا راجل بشتغل خلاص اشتغلت في التسويق وعايز اطور من نفسي، او اشتغلت في اي مجال ايا كان هو ايه وعايز اطور من نفسي، اخد انهي شهادة؟ ايه الشهادة اللي المفروض احطها قدامي كهدف الفترة دي؟ انت المفروض علشان تشوف اجابة السؤال ده لازم تجيب سيفيهات ناس خبرة في المجال اللي انت فيه. نفترض مثلا ان انت راجل بتاع مبيعات، والمبيعات اشطر اتنين فيها فلان وفلان. هجيب السي في بتاع الاتنين دول واشوف الاتنين دول درسوا ايه، واشوف الاتنين دول اخدوا شهادات ايه، وابدأ احط لنفسي اولويات ان انا اخد نفس الشهادات دي، بحيث ان انا يبقى معايا شهادات تؤهلني ان انا اكون مكان الاتنين دول في يوم من الايام. وده السعي اللي عليا، دي الاهداف قصيره الاجل اللي عليا. وبعدين هبدا اقدم السي في بتاعي في الاماكن اللي انا بطمح لها، فبالتالي هبقى انا اخدت الشهاده اللي تاهلني ان انا ابقى في المكان ده، وفي نفس الوقت سعيت ان انا اروح المكان ده. والتوفيق بقى بعد كده. هو اخد كذا شهاده، هو عنده عدد ساعات تدريب في مكان، هو عنده اشتراك في نادي ثقافي او نادي علمي معين، ايا كان. احط الكلام ده كاهداف وابدا ارتبه حسب بقى البادجت، التكلفة اللي عندي
حسب اقدر اصرف في ايه الاول وهكذا. كل ده هيخليني ارتب بعد كده اولوياتي ويخليني عندي فعلا اهداف حقيقيه. فيبقى اول نوع من انواع الاهداف هي البيزك، الاهداف الاساسيه اللي هي المشتركه في اي شغلانه في الدنيا في الحياه اللي تخليك اصلا تعرف تعيش. تاني نوع من انواع الاهداف هو تحديد انا عايز اروح فين. لو انا تايه بين اكتر من حاجه، اخد الحاجه المشتركه، المهارات المشتركه اللي بين الحاجتين اللي انا تايه فيهم دول. تالت حاجه ان انا ابدا اشوف سيفيهات ناس ناجحه في المجال اللي انا عايز اوصل له، واشوف هم درسوا ايه واشتغلوا فين واتدربوا فين واشتركوا على ايه وهكذا، وابدا ان انا اتعلم منهم، واخد الحاجات اللي هم حاطينها في السي في بتاعهم، النجاحات اللي حققوها والشهادات اللي اخدوها كجزء من اهدافي، وابدا ارتبهم حسب البادجت والتكلفه وقدراتي وهكذا. فبالتالي بقى عندي مجموعه من الاهداف ترسم لي طريق حياتي.